خذ العهد. بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إن العبد إذا قام يصلي، خذ بالك بقى، أتي بذنوبه، كل الصغائر اللي عملها، أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه ذنوب. الذنوب كده تخيل حضرتك مرصوصة فوق إيه؟ دماغه وعاتقيه. كل لما يجي يركع الذنوب عمالة إيه؟ بتسقط. كل لما يجي يسجد الذنوب عمالة بتسقط. تخيل حضرتك، هل يبقى من ذنوب هذا العبد شيء؟ طبعا لا. سبحان الله. ادي حاجة الثانية، حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، خد بالك، يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. كأن الصلاة ال5 دولت أنهار موجودة أو نهر موجود قدام باب بيتك، وكل يوم 5 مرات حضرتك بتنزل تغتسل. هل ممكن يكون في أي وسخ موجود على الجسم بعد 5 مرات اغتسال في اليوم؟ طبعا لا يمكن. هو ده مثل الصلوات ال5 بفضل الله سبحانه وتعالى، يمحو الله بهن الخطايا. لا ده في حاجة أجمل من كده كمان بقى. إيه رأيك؟ أكيد أنت يعني مغلول وتعبان قوي من الشيطان، صح؟ نفسك تعمل في أي حاجة، نفسك تجيب ضربة قاضية. أنا هخليك النهارده تجيب لمس أكتاف. إيه رأيك؟ الموافق بدني؟ والله أنا خايف هو اللي يجيبك لمس أكتاف. لو عايز بجد، يعني لو عايز تغيظ الشيطان بجد صلي. ايه الدليل على كده؟ هقول لك حاجه. الشيطان اصلا قال خلاص: فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. هو نفسه يعمل فيك اي حاجه، هو نفسه بالبلد كده، نفسه يدخلك النار. وبعدين ربنا قال كده، قال: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. هو عايز كده، هو عايز يصدك عن ذكر الله ويصدك عن الصلاة. طب تعمل ايه؟ اسجد. عارف لو سجدت والله العظيم هو مش هقول لك على، انا هقول لك النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اذا قرأ ابن ادم السجدة، يعني ايه؟ آية فيها سجدة، فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقعد يعيط. ليه؟ عشان انت سجدت. تخيل يعني كل لما تفوز ان الشيطان اللي معاك يبكي ويتعب واعصابه تبوظ، اسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. واحد يقول بقى: طب معلش برضه عشان بس أفهم الحتة دي وإحنا معاك واحدة مفيش مشكلة. إزاي الشيطان خلق أصلا من نار وإزاي يتعذب في النار؟ يعني أحد المشايخ كان بيحكي الموضوع ده، الواحد بقى راح يسأله بيقول له: يعني معلش عشان عايز أفهم بس عشان أطمن، يعني بس إبليس اتخلق من النار، إزاي هيتحرق في النار؟ فالشيخ بيقول له: طب أنت رايح فين؟ قال له: أنا مالكش دعوة بيا، أنا عايز أطمن بس على إبليس، الراجل ده عايزين نشوف إيه أحواله ويحصل له إيه. خد بالك؟ قال له: طيب يعني هو الشيطان خلق من النار لكنه الآن مش نار، واحنا خلقنا من طين، هل احنا الان طين؟ لا طبعا. فاحنا هو لحم ودم واعصاب وعروق وكده، وممكن نتضرب بالطين، ممكن نتعور وممكن نموت. فالشيطان كذلك هو خلق من نار ولكنه ليس الان نار، فاذا ضرب او اذا جاءته النار يتبهدل ويتعذب بالنار ما فيش مشكله. وبعدين النار، عذاب النار او عذاب جهنم ما هوش نار وبس، لا ده نار وزمهرير ثلج، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. يبقى اذا ايه؟ امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه، وامرت بالسجود فابيت فلي النار. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي لما يسهو في صلاته في حاجه اسمها ايه؟ سجدتين ايه؟ سجدتين سهو، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم المرغمتين او المرغمتان، يرغم الله عز وجل بهما أنف الشيطان. حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن كانت صلاته تامة، يعني المصلي، كانتا ترغمان أنف الشيطان، تكيد الشيطان، تغيظ الشيطان بالايه؟ بالسجدتين دول بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني لو كانت صلاته تامة بس هو مش واخد باله ناسي فسجد سجدتين سهو، هذه مرغمتان لأنف الشيطان.